صلاح الدين الأيوبي. وهذا المشاهد من هؤلاء المعجبين ببعض أو المحبين لبعض، وهنا الموقف الذي يجمع بينهما، وتريد في البداية تهديده وقتله، ولكنها تحبه ولا تستطيع رغم أنه قتل أبيها أمامها، وتقول له إن مشاعرك تسيطر عليك. وهنا وهو في السجن ويتكلمون سويا مع بعضهم البعض، وهنا وهي تشهد حربهم سوية، ولكن هناك طائر القدر ويتكلم معها في هذه الأمور وفي هذا القدر، لأنه نظراته يحبها وهي تحبه أيضا، وإن شاء الله سوف نرى ما تسفر عنه الأحداث بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.